السلام عليكم ومرحبا بكم في طبخ سوسو. اليوم جيت نحضر معاكم وصفة تاع كيكة اسفنجية بمقادير جد بسيطة، خفيفة ريشة وتذوب ذوبان في الفم. نروح مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا 3 حبات نتاع بيض يكونوا متوسطين الحجم بدرجة حرارة الغرفة. نضيف عليهم قرصة ملح، نزيد نضيف عليهم كاس ناقص صباع تاع سكر، نزيد عليهم كيس سكر الفانيلا. نجيب هنايا باتور ولا فوي ونبدا نخلط المكونات اللي عندي. هنا ماذا بيكم تخلطوا مليح. نضيف عليهم نصف كاس زيت، نكمل نخلط المكونات مع بعض. نحاول كل ما نضيف مكون ندخل مليح مع باقي المكونات. نزيد نضيف كاس حليب ونكمل نخلط. نجيب هنايا 280 غرام نتاع فرينة. هنايا ضروري الفرينة نغربلوها. نضيف عليها كيس خميرة كيميائية وزن 15 غرام. نجيب الفوي تاعي ونكمل نخلط هنايا مليح حتى نتحصل على خليط يكون ثقيل. انا كنت شعلت الفرن مسبقا على 180 درجة. اذا هنايا جبت هاد المول دائري كما تقدروا ديروا صنيوة، يعني هنايا الشكل يبقى اختياري. درت عليه ورق زبدة وفرغت الخليط نتاعي كما راكم تشوفوا، وسويت لها الوجه نتاعها ودخلت لها الفرن لمدة 30 حتى 35 دقيقة وخرجتها. وكانت هذه هي النتيجة. هنايا التزيين انا جبت مربى تاع مشماش ودهنت لها الوجه نتاعها كما تقدروا ديروا لها الشوكولا، يعني التزيين يبقى اختياري. هنايا زدت لها جوز الهند او نواه كوكو من الفوق ودرتها في صحن التقديم. اذا كانت هذه هي النتيجة نتاع كيكتنا تاع نهار اليوم، كيكة اسفنجية رائعة جدا. نتمنى انكم تجربوها. انا غادي نقسم معكم مورسو كما راكم تشوفوا هنايا. الموس راه يتمشى بكل سهولة، يعني الشكل نتاعها والمنظر نتاعها يحكي على الذوق نتاعها. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله وتنال الاعجاب نتاعكم. وما تنساوش تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، ونلتقي في وصفة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.